يحتوي القرآن الكريم على العديد من القصص التي تحمل عبراً ودروساً للمؤمنين، حيث تعتبر هذه القصص توجيهات إلهية لأهمية الالتزام بالأخلاق والفضائل وتجنب الفواحش والمعاصي. إحدى هذه القصص هي قصة المؤتفكة، التي وردت في القرآن الكريم في سياق الحديث عن عقاب قوم لوط عليه السلام. يعتبر قوم لوط رمزاً للانحراف الأخلاقي، وقد عاقبهم الله عقاباً شديداً بسبب كفرهم وارتكابهم الفواحش. في هذا المقال سنتناول بالتفصيل من هم المؤتفكة، ولماذا وصفوا بالخاطئة، وما هي الدروس المستفادة من هذه القصة. المؤتفكة مصطلح ورد في القرآن الكريم للإشارة إلى مدن قوم لوط التي تعرضت لعقوبة إلهية فريدة من نوعها، والمقصود بالمؤتفكة هنا هو المدن التي قلبت رأساً على عقب كعقاب لأهلها على ذنوبهم. يتجلى معنى الكلمة من الجذر اللغوي أفك الذي يدل على القلب والتغيير. في القرآن الكريم يشير الله تعالى إلى هذه المدن في عدة مواضع، مما يجعل منها رمزاً للعقاب الشديد الذي ينزل بالظالمين. نبي الله لوط عليه السلام هو أحد الأنبياء الذين بعثهم الله لهداية أقوامهم إلى طريق الحق. عاش لوط في زمن النبي إبراهيم عليه السلام، وكان له دور كبير في دعوة قومه إلى التوحيد وترك الفواحش. قوم لوط كما ورد في التفاسير كانوا يسكنون منطقة سدوم وعمورة، وهي جزء من وادي الأردن. اشتهر قوم لوط بارتكابهم للفواحش، خصوصا فعل قوم لوط، حيث كانوا يمارسون الشذوذ الجنسي بشكل علني ودون أي خجل أو تردد. كان لوط عليه السلام يحذرهم من عواقب أفعالهم ويحثهم على التوبة والرجوع إلى الله، لكنهم كانوا يعاندون ويستهزئون بدعوته. عندما ازداد فساد قوم لوط ولم يستجيبوا لنصح نبيهم، أتى أمر الله بالعذاب. جاء في القرآن الكريم وصف دقيق لهذا العقاب الذي نزل عليهم، حيث قال الله تعالى في سورة النجم: والمؤتفكة أهوى. يشير هذا النص القرآني إلى الطريقة التي عاقب الله بها قوم لوط. يروي القرآن أن الله أرسل ملائكة إلى نبي الله لوط عليه السلام لإخباره بالعذاب الذي سيحل بقومه. وفقا للقرآن الكريم قامت الملائكة برفع مدنهم إلى السماء، ثم قلبتها رأسا على عقب. تلا ذلك إمطارهم بحجارة من سجيل، وهي حجارة متصلة بالسماء مخصصة للعذاب. وردت تفاصيل أكثر حول هذا الحدث في سورة هود، حيث قال الله تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. تشير هذه الآيات إلى أن العقاب كان محددا ومقصودا، وأنه لم يكن بعيدا عن أي قوم قد يسيرون على نهج قوم لوط في الفساد والمعصية. الخطأ في هذا السياق لا يقتصر على ارتكاب المعاصي فحسب، بل يشمل الإصرار على فعلها مع العلم التام بخطورتها. قوم لوط كانوا يدركون أن ما يفعلونه مخالف للطبيعة البشرية والفطرة السليمة، ومع ذلك كانوا يمارسون هذه الفواحش علنا ويتفاخرون بها. قال الله تعالى في سورة العنكبوت: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. توضح هذه الآيات أن قوم لوط كانوا يرتكبون الفاحشة بشكل علني وفي مجالسهم العامة. وصفوا بالخاطئة لأنهم كانوا يمارسون أفعالاً خاطئة تتعارض مع الفطرة السليمة، كما أنهم رفضوا دعوة نبيهم للإصلاح والتوبة. قصة المؤتفكة تحمل في طياتها العديد من العبر والدروس التي يجب أن تكون عبرة للأجيال المتعاقبة. ومن هذه الدروس عاقبة الظلم والفساد. الله لا يترك الظالمين والمفسدين دون عقاب. قد يتأخر العقاب أحياناً، لكنه لا محالة آت. قوم لوط مثال على ذلك، حيث جاءهم العقاب بعد أن تمادوا في فسادهم ولم يستجيبوا لدعوة نبيهم. أهمية الأخلاق. القصة تبرز أهمية التمسك بالأخلاق الفاضلة، وأن الانحراف عن الفطرة السليمة قد يؤدي إلى الهلاك. القرآن يشدد على أهمية الابتعاد عن الفواحش والالتزام بالقيم الإسلامية. الاستجابة لدعوة الحق. يجب على الناس الاستجابة لدعوة الأنبياء والمرسلين وعدم الاستهزاء بها. كان استهزاء قوم لوط بدعوة نبيهم أحد أسباب هلاكهم. العقاب الفردي والجماعي. عقوبة المؤتفكة كانت جماعية، ولكن الله أنقذ لوطا وأهله إلا امرأته، مما يدل على أن الله يحاسب كل فرد على أعماله ويعاقب الظالمين بشكل جماعي إذا لم يتوبوا. الرحمة بالمؤمنين.
رغم أن العقاب كان شاملا ومدمرا، إلا أن الله أظهر رحمته بأن أنقذ لوطا ومن آمن معه. هذا يبرز قيمة الإيمان، وأنه دائما ما يكون هناك مخرج للمؤمنين من الأزمات. منذ نزول القرآن وحتى اليوم، كانت قصة المؤتفكة عبرة لكل من يتأملها. القصة تحذر من عواقب الفساد والانحراف الأخلاقي، وتدعو إلى التمسك بالأخلاق والقيم الإسلامية. على مر العصور، كانت هذه القصة تذكيرا للمسلمين بضرورة الحفاظ على الأخلاق الحميدة وتجنب الفواحش والمعاصي. إن قصة المؤتفكة المذكورة في القرآن بالخاطئة تعد من أبلغ القصص القرآنية التي تحمل في طياتها العديد من العبر والدروس. تبرز هذه القصة عواقب الفساد والانحراف الأخلاقي، وتدعو إلى التمسك بالقيم الإسلامية والتحذير من عواقب العصيان. القرآن الكريم مليء بالقصص التي تهدف إلى توجيه المسلمين نحو الطريق المستقيم، وقصة المؤتفكة هي واحدة من هذه القصص التي يجب أن نتأملها ونتعلم منها